مساء الخير. كندا هتضيع على ايد الخاين ترودو. الخيانة مش هو ان واحد يخون مراته مع واحدة او العكس، او اتنين اصحاب واحد يخون واحد. ممكن طبعا في العشرة، ممكن الخيانة تبقى في الشغل، ممكن الخيانة تبقى في البلد اللي انت ائتمنت عليها. ليه بقول الكلام ده؟ ايه اللي حصل عشان اقول كده؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل كندا فعلا هتضيع ولا ممكن تتلحق؟ كل ده هنشوفه مع بعض. خليكم معايا، انا ممدوح من مصر، وهنتكلم في كل الحاجات دي دلوقتي. يا ريت تبقوا موجودين لغايه اخر الفيديو لانه فعلا فيديو مهم جدا. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. من 7 8 شهور في ضغط رهيب على ترودو ان هو يستقيل، بس الناس فاهمه غلط ان ترودو هو اللي يستقيل. لا، هو كان الضغط ان الحكومه كلها تستقيل عشان يحصل انتخابات مبكره ويبقى في رئيس وزراء يجي جديد منتخب يقدر يقوم كندا تاني. ترودو قدام الناس كلها معروف ان هو اسوأ رئيس كندي، رئيس وزراء كندي جه على مر التاريخ. مش انا اللي بقول، ده حتى الكيبيكوا اللي هم من اهل البلد هنا، اللي هم تبع الحزب الليبرالي، اللي هم انتخبوا ترودو، اللي هم بيحبوه، قالوا عليه كده أسوأ رئيس وزراء جه، لأنه ضيع كندا وضيع الاقتصاد بتاع كندا، وكله قال إن هو هيروح إلى مزبلة التاريخ لأن هو عمل حاجات سيئة جدا. الأخطر من كده، هو أول رئيس وزراء كندي يتشتم بهذا الكم من الشتايم من الشعب. بقى يروح أي حتة بيروحها بيتشتم بشتايم اللي هي سوري يعني حاجات كبيرة يعني. وده ما كناش بنشوفه قبل كده خالص. كان رئيس الوزراء بتاعنا محترم، محدش يقدر يتكلم معاه بهذه الطريقة. المهم ان هو من ال 7 8 شهور هو اصر ان هو يفضل موجود، وهو مقتنع تماما ان هو عمل حاجات كويسه كتيره لكندا، ومش شايف حاجه من الحاجات الوحشه دي كلها اللي بتتعمل. هو في رايه ان اللي كل عمله ده رائع، برغم ان هو يعني هو لو بيفهم شويه هيلاقي ان هو ودى البلد في ده. المهم ان حصل اكتر من سحب ثقه من الحزب المعارض اللي هو المحافظين. للاسف اتنين خونه تانيين اللي هو الان دي بي والبلوك كيبيكوا وقفوا معاه وساندوه ان هو ما يمشيش من الوزاره لحد ما جه الاجازه بتاعت البرلمان عشان الاعياد في شهر ديسمبر. طلع الاتنين الخونه دول وقالوا احنا ممكن نسحب الثقه من الحكومه. فقدم طلب رئيس حزب المحافظين وتحددت جلسه 27 يناير عشان سحب الثقه من الحكومه. طالما الاتنين دول موافقين فطبعا الحكومه هتقع خلاص. يجي هو تريدو بقى بحركه في منتهى الخبث، وعمل حاجه مش ظريفه في ان هو قدم استقالته والناس فاكره ان هي ارتاحت منه وقدم استقالته، بس هو اللي ما عملش كده. هو ما استقالش لسه. هو قال ان انا قدمت استقالتي من رئاسه الحزب ومن الحكومه بعد الحزب بتاعي ما يختار رئيس جديد للحزب. الكلام ده معناه ان هو رئيس الوزراء لغايه دلوقتي وهيفضل موجود لغايه الحزب. طب هو الحزب يقدر يختار رئيس وزراء يا رئيس الحزب بقد ايه؟ ده ممكن يقعد له شهرين ثلاثه، ده فيها بروسيدورز كتيره جدا، اجراءات كتيره، واختيار رئيس ده فيه 8 9 مرشحين عقبال ما يصفوا ما بينهم وبعدين يطلعوا رئيس. دي عمليه صعبه جدا. فالناس مش فاهمه ان هو هيقعد يفضل رئيس وزراء موجود لغايه ما الحزب يختار. دي اول مشكله. المشكله الاكبر اللي عملها، ودي الخيانه الكبرى اللي عملها لكندا، وهنقول ليه بعدين، ان هو طلب من الحاكم العام. الحاكم العام ده بيبقى واحد او واحده من انجلترا معينينه هنا عشان يبقى هو مسؤول، لان كندا بتبقى تابعه لانجلترا. الحاكم العام وافقت ان هي تمدد اعمال البرلمان، توقفها لغايه 24 مارس اللي جاي. 24 مارس اللي جاي معنى كده ان احنا ما عندناش برلمان في كندا لغايه 24 مارس. طبعا دي خيانه عظمى، وهشوف بعد كده ليه ايه اللي عمله وليه كده. طبعا ترامب جه من اول ما جه الانتخابات وعمل، قال ان انا هزود جمارك على كندا. ليه؟ لان ما بيحموش الحدود، وانا الحدود بتاعتنا مفتوحه، وانا قرفت وزهقت منهم والكلام من ده. هل هو اتحرك؟ للاسف ما اتحركش. كل الناس دلوقتي شايفين ان هو كان ضعيف جدا في الرد على ترامب وما ردش عليه. كل اللي عمله ان هو يعني الجول اللي هو رئيس وزراء بتاع كيباك رد عليه اقوى منه. الرد بتاعه كان قوي، انما ده كان ضعيف جدا جدا. كل اللي عمله ان هو راح اتعشى معاه. هل بقى في العشاء ده ايه اللي حصل هناك؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. اللي حصل ان هو اتهزق، وطبعا كهو ان هو رئيس كندا، رئيس وزراء بتاع كندا، فكلنا اتهزقنا. كلنا اتهزقنا من ترامب. وترامب اتريق عليه وقال له ان كندا تبقى الاماره الولايه ال 51 لامريكا.
حصل الكلام ده ورجع ما عملش حاجة. مش بقى يحس على دمه ويقدم استقالته هو والحكومة ويسمح بانتخابات جديدة عشان يبقى في حد يقدر يقف قدام ترامب قدام التهديدات اللي هو بيقولها. ما عملش كده، ما عملش كده لغاية ما حصل بقى الموضوع ده وقدم الاستقالة. طب لما قدم الاستقالة ايه اللي حصل؟ اللي حصل بمنتهى البساطة ان ترامب راح طالع تاني، وهو لسه كل ده مش رئيس امريكا بالمناسبة، ده الرئيس المنتخب، بس قال ان انا دلوقتي شايف ان معظم الكنديين هيحبوا قوي ان هم يبقوا الولاية ال51 لامريكا. ليه؟ لان انتوا هتاخدوا مزايا كتيرة جدا. اول حاجة الضرايب هتقل، مش هيبقى في تعريفة جمركية بيننا وبين بعض، مش هيبقى في حدود، هتبقوا تخشوا وتطلعوا زي ما انتوا عايزين، وفي نفس الوقت الضرايب هتقل كتير جدا عليكم. يعني ادى اغراءات يعني عشان الكنديين يقولوا ان احنا عايزين نبقى ولايه 51 لامريكا. وبعدين مش نافع الموضوع، فاتسال في مؤتمر صحفي لان طلع رئيس الحزب المحافظين وقال له نو. ف يعني نو واي ان كندا تبقى ولايه 51. فراح رد على الصحفي وقال له ما يفرقش معايا لو هو ما يبقى يكسب الاول، بس انا مش بتكلم، انا عايز كندا تبقى ولايه 51. فقال له طب هو ممكن تاخدها عسكريا؟ قال له لا، مفيش عسكريا، في اقتصاديا. اقتصاديا. ترامب ليه عايز كندا؟ هقول لكم ليه برضو بعدين في اخر الفيديو. انما ترامب لما عمل كده ابتدى بقى يهدد بطريقه تانية. انا دلوقتي مكتفي ذاتيا من الحاجه اللي بتدهاني كندا، مفيش مشكله عندي، مش عايز منهم حاجه، مش عايز منهم صادرات خالص، بس انا بدفع لهم كل سنه 200 بليون دولار عشان احميهم وعشان اوقفهم على رجلهم. وحتى ترودو لما كان عندي قال لي احنا من غير امريكا ولا حاجه. فترامب طبعا بيستغل الفرصه وبيضغط ضغط مش كويس جدا. اوكي، زي ما بيستغل الفرصه وبيضغط على ان هو عايز جرينلاند، عايز قناه بنما، عايز ياخدهم، عايز بنما نفسها ياخدها. كويس، ده عنده فكر استعماري بس كله اقتصادي، ما بيتكلمش عسكريا، هو عايز اقتصاديا يشتري جزيره جرينلاند. وطبعا رئيس الوزراء بتاعها رفض وقال له انسى الكلام ده، والدنمارك قالوا له انسى الكلام ده. بنما مش عارف ايه، خليج المكسيك قال لك لا ده اسمه مش ظريف، هنغيره نخليه خليج امريكا، ده اسمه اظرف. عنده تطلعات، والراجل بصراحه انا مش شايف ان هو بيعمل حاجه غلط، ده رئيس اكبر دوله منتخب، وفي نفس الوقت هو شايف هو بيحمي بلده، هو عايز يكبر بلده، فهو بيبص لبلده مش بيبص لحد تاني which is very good. هل الكلام ده كان ترودو بيعمله ان هو بيبص لبلده او بيعمل الكلام ده لبلده؟ للاسف لا، وهنشوف ان عمله اسوأ، ان هو بقى ضد البلد في الاخر. تمام؟ لغايه كده ترامب موضوع خلص. حصل ايه بقى في كندا؟ ترامب كمان طلع ان الشرق الاوسط، قال انا مش محتاج البترول بتاعهم، انا مكتفي ذاتيا، وطلع قال كلام كتيره جدا في الموضوع ده. الموقف في كندا، طلع بيير بوليافر اللي هو رئيس حزب المحافظين وقال طبعا مفيش حاجه اتغيرت في اللي عمله ترودو ده بسبب الاستقاله بتاعته، انما احنا مش هنبقى الولايه ال 51 لكندا لامريكا. طلع رئيس حزب بلوك كيبيكوا قعد برضه يتكلم شويه. طلع بعد كده رئيس الوزراء بتاع اونتاريو، رئيس الوزراء بتاع ساسكشوان، طلع حد من كيباك يتكلم. انما الموقف في كندا لغايه دلوقتي موقف ضعيف جدا، موقف مخزي، ان مفيش حد كندا بيرد بقوه. يعني رئيسة المكسيك ده ردت على ترامب وقالت له اعمل اللي انت عايزه واخبط راسك في الحيط، عايز تزود التعريفه الجمركيه زودها، مش فارق معانا، لان انت الشعب بتاعك اللي هيعاني. فاهمه وعارفه ترد. يوم انت رئيس وزراء مش عارف ترد ومحدش عارف يرد على الرئيس ترامب، يحصل ايه بقى بعد كده؟ ليه انا قلت على تريدو خاين؟ اولا انتوا متخيلين 20 يناير جاي وهو عارف ان ترامب بيهدد بفرض تعريفه جمركيه على الحاجات الصادرات الكنديه، وهو بمنتهى البساطه رايح مش يقدم استقاله الحكومه عشان يعمل انتخابات مبكره، ده رايح يقدم له كندا على طبق من ذهب زي ما يكونوا متفقين مع بعض. الله اعلم، بس يعني ما اعرفش الموقف بيقول الكلام ده. بيقدم له كندا على طبق من ذهب، بيقول له اعمل اللي انت عايزه في كندا. ليه؟ لان لو كندا دلوقتي عايزه تاخد اي قرار ضد اللي بيعمله ترامب، مين اللي هيوافق على القرار ده؟ هو في برلمان؟ مفيش برلمان. هو رئيس الوزراء يقدر ياخد قرارات لوحده؟ ما لازم لو عايز يعمل قانون مثلا حمايه الحدود، عايز يطلع قانون لحمايه الحدود عشان يرضي ترامب، مين اللي هيوافق له على القانون؟ مفيش برلمان. هو وقف البرلمان لغايه 24 مارس، ودي كارثه، دي كارثه عملها. وانا بعتبر ان دي خيانه
للبلد، هو ما اهتمش بالبلد، هو كل اللي بيهتم بيه نفسه وشكله. والحزب المعارض يا حبيبي، ها طب وريني انت هتبقى ازاي. انا خلاص وقفت الدنيا ليك، انت مش هتعرف تبقى رئيس وزراء بسرعه. استنى بقى، استنى بقى قد ايه بقى؟ ممكن نستنى لغايه مايو يونيو لما يبقى في انتخابات مبكره، لما يبقوا ينتخبوا الاول حزب الليبرال، ينتخبوا رئيس وبعدين يجي الرئيس ويدعوا لانتخابات مبكره. الموضوع ده ممكن يخش في مايو يونيو. يعني احنا هنقعد من النهارده او من بعد ترامب ما يجي يوم 20 يناير لغايه مايو يونيو مش عارفين نعمل حاجه قصاد ترامب. يس، يس، هو ده اللي عمله للاسف، هو ده اللي عمله. عشان كده انا بعتبره خاين، انا بعتبره خاين. كان عنده فرصة 8 شهور، من 8 شهور يقدم استقالة الحكومة ويمشي ويسيب البلد كويسة. يعني اللي يجي يقدر يصلح حاجة شوية، ما عملش كده. كان يقدر يقدم استقالته النهاردة مع الحكومة وبرضه ما عملش كده، ووقف البرلمان. ودي أكبر خيانة يعملها، إن يخلي بلد من غير برلمان، يعني من غير قوانين تطلع لمدة شهرين وهو عارف إن في تهديد جاي من أمريكا. طيب، ايه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا شوفوا التعليقات بقى. تعليقات بتقول لك ان الضربه بتاعتنا موجعه، بس برضه ضربه امريكا هتبقى مش قليله، لان ترامب في الغالب هو راجل فاهم كويس هو بيعمل ايه. هو بيهدد، ولكن هو عارف كويس جدا ان كندا لن تكون في يوم من الايام امريكا. طب هو ليه ترامب مصر قوي على انه ياخد كندا ويخليها جزء من امريكا؟ كندا هي اكبر تاني بلد في العالم بعد روسيا في المساحه. اكبر تاني بلد، هي اكبر من امريكا بكتير. انما اللي فيها 40 مليون 41 مليون على الارض دي كلها، ده امريكا 350 مليون تقريبا على اصغر منها. كندا فيها ثروات مش موجوده في اي حته تانية، خشب، كهرباء، البان، صناعه عربيات، فيها مصانع كتيره جدا، ادويه، بيعملوا حاجات كتيره جدا. فهو لو ضم كندا ليه، مش مهم المساحه بس مهم القوة الاقتصادية. هيبقى قوي اقتصاديا جدا، يقدر يوقف قدام الصين، يقدر يقف قدام روسيا. روسيا بسبب قوتها الاقتصادية بقى لها 3 سنين بتحارب وما عندهاش مشاكل في بلدها. ما عندهاش مشاكل. ليه؟ لأن هي اقتصاديا قوية، هي اللي بتنتج الغذاء بتاعها، وهي عندها اقتصاد قوي، فمش فارق معاها. فهو عايز يبقى كده، عايز يضرب روسيا وعايز يضرب الصين. عشان يقدر يضربهم لازم يبقى قوي، وعشان يبقى قوي اقتصاديا فكر في انه يضم كندا. ضم كندا لامريكا، امريكا محدش هيقدر عليها بعد كده، هتبقى قويه جدا. انما في نفس الوقت الناس هنا في كندا، هل هم موافقين ان هم يبقوا الولايه ال 51 لامريكا؟ للاسف لا. مفيش حد كندي. فكروا كده مثلا ان يجي لمصر يقولوا لهم يلا يا مصريين انتوا هتبقوا ولايه تبع السعوديه، هل الناس هتوافق؟ ليه؟ طب ده السعوديه فيها مميزات جميله جدا، بلد غنيه جدا، ما عندهاش ضرائب خالص على الدخل. يعني انت ممكن تشتغل واللي بتكسبه بتاخده. عندهم الفن كتير، عندهم كل حاجه حلوه. ايه رايكم يا مصريين تبقوا جزء من السعوديه؟ هل حد هيوافق؟ احنا ككنديين برضو مش موافقين. احنا مش عايزين نبقى جزء من امريكا، برغم ان امريكا لذيذه وحلوه وكل حاجه، وان انت تبقى مواطن امريكاني ده ليك بريفليج، ليك مميزات كتيره جدا. انما احنا عايزين نفضل كندا، دي بلدنا، دي بلدنا، دي كندا بتاعتنا. ليه نمحي اسم كندا من الوجود ونخليها ولايه امريكيه وبعد كده ممكن يتغير اسمها وممكن يتعمل فيها اي حاجه؟ لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كندا تفضل هي. طيب، هل ترامب بيعتمد على ايه؟ ترامب بيعتمد ان معاه ايلون ماسك اللي هو صاحب تسلا واغنى دلوقتي واحد في العالم. طيب، هل الصداقه دي هتدوم كتير؟ لا، ما اظنش. بس حتى مع الصداقه دي ايلون ماسك ممكن يضغط، ممكن يضغط، للاسف. للاسف. فدي مشكله تانية. الحاجة التانية المهمة بقى ايه؟ موقف الدولي، موقف العالم كله في اللي بيتقال ده. الناس كلها في العالم شايفين ان كندا مهددة من ترامب. هل في حد بيقف بيقول له لا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هل يا كندا لا احنا واقفين معاكي؟ للاسف لا. طب دي كندا اساسا تبع الكرسي البريطاني، تبع انجلترا. طب وهي انجلترا اتكلمت؟ لا. فرنسا في افتتاح كاتدرائية نوتردام كانوا بيمجدوا ترامب وخاضعين ليه. انتوا ايه؟ طب انتوا مش خايفين ان ترامب يقول طب انا هضم فرنسا كمان تبقى ولايه امريكيه؟ محدش بيتكلم خالص. دي غريبه جدا. الموقف الدولي سيء جدا جدا، ودي غريبه ان مفيش حد يقف مع كندا. كندا محدش هيقف معاها غير ربنا وغير اهلها.
غير اللي فيها طبعا. طيب وهي كندا تقدر فعلا ما تضيعش، لان هو هيضغط عليها اقتصاديا جامد جدا جدا. بس تعالوا نفهم القصه ماشيه ازاي. القصه ماشيه ان احنا بنديهم صادرات من عندنا وهم عايشين على الصادرات دي، وهو ترامب عايز يزود الاسعار بتاعها. طب ما انت لو زودت، ما انت الاسعار دي هتزيد عندك هناك. هل المواطن بتاعك هيقدر يستحمل الزياده؟ قال لك ليه؟ لان انا هقلل الضرايب عليه. شفتوا الدماغ؟ دماغ حلوه. هقلل له الضرايب بتاعته. طب لما تقلل الضرايب تستوعب ان احنا يحصل زياده شويه في الاسعار؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله. فهو عمل الخطه صح، وهيضغط على كندا جامد جدا. ازاي كندا ما تقعش؟ ده سؤال مهم جدا. اول حاجه كندا لازم يكون فيها حد راجل قوي، مش خاين، مش عميل، يقدر يقف لترامب يقول له هو كده احنا انسانه، شيلنا من دماغك. عايز ايه؟ عايز تزود؟ زود، بس انا هرد لك بطريقه تانية. الطريقه دي كانت موجوده وترودو بوظها. ايه الطريقه دي؟ بمنتهى البساطه، قلل الضرايب على الشركات، خلي الشركات الكبيره تيجي تفتح هنا تاني زي ما كان موجوده زمان. كانت موجوده شركات كتيره جدا، كان موجوده في عهد الكونسرفاتيف، في عهد المحافظين. الشركات دي كانت بتشتغل، وكانت شركات امريكاني جايه هنا، لان الضرايب هنا اقل والعماله هنا اقل، وبالتالي سهل جدا كان تيجي تشتغل هنا وتحقق ارباح اكتر، لان الموضوع كله فلوس. كويس. فلما حصل الكلام ده، جه عم ترودو راح مزود الضريبه على الشركات. الشركات كلها عملت ايه؟ هربت، نزلت تاني على امريكا. فهو هربها. سهل جدا اول حاجه نعملها، وزي ما قال رئيس حزب المحافظين لانه فاهم الموضوع ده، هقلل الضرائب على الشركات. قللها، نزلها، اديهم مزايا، قول لهم تعالوا خدوا ارض ببلاش، تعالوا شغلوا ناس واديكم مش عارف اعفاء ضريبي زياده. اعمل اللي تقدر عليه، خلي الشركات دي تنزل تطلع من امريكا تجي لنا تاني، تجي لنا تاني. ولما الشركات دي هتيجي تاني اقتصادك هيبتدي يبقى اقوى تاني ويبقى احسن تاني. اتنين، عندك كيباك. كيباك دي مقاطعه تقدر تلوي دراع امريكا في 5 دقايق. ليه؟ لانها بتديها كهرباء. الكهرباء، عارفين يعني ايه كهرباء في الشتاء؟ عارفين يعني ايه ان كل الولايات اللي في امريكيه اللي تحت في الشمال، اللي هي جنب كيباك وجنب حدود كندا، عندهم درجه الحراره زينا، عندهم تلج، عندهم درجه الحراره بالماينس. اذا هم عايشين على الكهرباء بتاعتنا، بتاعت كيباك، بتاعت كيباك. طب انت عايز تعمل كده؟ ترامب قال مش مهم نبقى نرجع للغاز تاني، احنا عندنا بترول كتير جدا، يعني يرجع يشغل الدفايات بالغاز وكلام من ده. بس هل هيقدر يستحمل الكلام ده؟ هل الناس هتقدر؟ لا. اذا انت عندك ورقه تانية تلعب بيها، وهي الضغط بكيباك. ورئيس وزراء كيباك ولد، يعني راجل تقدر تضغط عليه بالموضوع ده. عايز تزود من هنا هزود لك من هنا، ما عنديش مشكله. خلي الناس تموت من البرد عندك فالناس تقوم عليك. دي طريقه تانية. بس ما اعرفش ليه ما حدش فكر ليه احنا 75% من صادراتنا بتروح امريكا بس. ليه انت عايش تحت ايد امريكا؟ زي مثل الفيل والفار. امريكا هي الفيل واحنا الفار. الفار بتاعنا دلوقتي عيان، تفتكر هيقدر يقف قدام الفيل؟ انما لو الفار ده كان قوي وفي قوته، ممكن يقول له لا يبقى تعالى وريني هتعرف تدوس عليا ازاي. هيعرف يهرب، هيعرف يبقى قوي. انما للاسف احنا بقينا تعبانين. انما لو فكرنا في التصدير، هتقول لي طب ما اوروبا بعيده عننا والبلاد التانية بعيده، هنصدر ازاي؟ مش مهم، انزل تحت امريكا الجنوبيه مليانه بلاد ممكن تاخد منك محاصيل، ممكن تاخد منك اللي عندك، الخشب بتاعك، ممكن تاخد عربيات، ممكن تاخد مليون حاجه. ليه ما بنفكرش؟ ليه ما بيطلعش رئيس وزراء يفكر ان هو ما يبقاش تحت ايد امريكا وتحت رحمه امريكا؟ كل رئيس امريكي يجي عايز يقرفنا. ليه؟ لان احنا تحت رحمتهم، تحت رحمتهم. ما بتفكرش ليه انك تخترع حاجات جديده؟ المهم، انا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان 2025 ان شاء الله هتبقى كويسه. ترودو للاسف بخيانته اللي عملها خلاها بدايه سيئه لينا، بس بنامل ان الايام الجايه تمشي على خير، وهنستنى نشوف 20 يناير ايه اللي هيحصل من ترامب. وربنا يا رب يكرم ان شاء الله ويطلع لنا حد راجل قوي يقدر يقف قدام امريكا وترامب. وكندا مش هتكون ابدا الولايه 51 لامريكا. سلام.